الشيعة يعزون في موت الحسين بن علي. يتفكر فيها، ليش انا احتفل بنجاة اليهود في اليوم اللي الشيعة يعزون فيه الحسين؟ شو المعنى عاشوراء بالضبط؟ ومتى توافق تاريخ اليهود مع التاريخ الاسلامي؟ وليش انا الشيعة احسن من يروحون يعني يعزون في الحسين اللي هو سبط النبي، وانا احتفل واصوم واوزع حلاوه؟ يا اخي بديت شوي اشك في الموضوع، يعني الشك هذه. أرد مرة ثانية، القرآن معقول القرآن ما يذكر الحسين، ما يذكر كربلاء، ما يذكر الأمور هذه؟ يعني يجيني واحد خل يثبتون الإمامة علي بن قلت زين خلنا نثبت احنا إمامة أبو بكر بعد من القرآن، ليش احنا يعني عليه إمامة وبعدين احنا؟ قال لا تتكلم بهالشكل، لا انت خليك مع ضدهم، قول لهم اثبتوا إمامة علي. رحت قريت في آية خلنا نكون صريحين، يعني خلنا نكون صريحين. في آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، هذه علمتني أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام يعني وضحت أن الحسين بيقتل في الشهر الحرام. نعم، سورة البقرة قرأنا ياها 254 أعتقد. هذه الآية والله العظيم لا 217 217 ابو مصطفى. لا يا ابو مصطفى صوته حلو، احنا نقول له ابو مصطفى ونعم فيه بس انا بقول لك اياها ونعم في ابو مصطفى وفيكم كلكم، بس انا يسالونك عن الشهر الحرام. نعم. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، لا اله الا الله. زين يعني اذا تدبر في الايات، انا مريت على هالايه اكثر من 100 مره، كنت اقراها بدون اي تدبر، والله بدون اي تدبر يا ابو علي. زين لكن بعد ما شفت النت ودخلت وشفتكم انتم شلون تكلمون قمت اتفكر فيها. انا الان وانا اقراها لك يدور في عقلي شو اللي صار في الشهر الحرام، ليش انا احتفل. هذا الله سبحانه وتعالى اخبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بان ما سيحدث حق الحسين، الشيء اللي بيصير حق الحسين اللي مكتوب، والله وقسما بالله مكتوب 100% مكتوب هني في القرآن، حتى النبي بكى عليه، موجودة في سورة البقرة، موجود بس اللي مترح يا عمي كلها تتكبر. المهم أنا آسف معلش قطعت الآية، لكن أبي أوضحها للمكابر، مو بلكم انتم الشيعة، انتم ما شاء الله عليكم انتم خاتمين كل شيء، انتم ما انا مش هذا اللي اعلمكم. زين وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عن الله. من هو اللي خرج من المسجد الحرام وراح؟ مو بالحسين واهله. أنا أعرف أن الشيعة يعرفون هذه كلها، بس مشكلتكم ما تقدرون تعلموا. أنا الحين أقولها أنا عادي، الحسين وأهله هم من أخرجوا من المسجد الحرام، واضحة وإخراج أهله استغفر الله أهله منه أكبر عند الله. بعد هذا الكلام ايش يجي؟ والفتنة أكبر من القتل.
زين الفتنه اكبر، الفتنه هذه اللي صاير اللي هو سيدنا الحسين الى اليوم، الى يوم القيامه، هذه هي الفتنه. الفتنه اكبر من القتل. يعني حتى لو قتلت الحسين واهل الحسين واولاد الحسين، الفتنه اللي انت راح تعملها اكبر من هذا القتل. زين ايش مكتوب؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. زين ان استطاعوا هذا بيقاتلون منهم. الا احنا نشوفها الحين لحد الان اليهود، واحنا السنه ما عندنا عدو الا ايران والشيعه. الحين اليهود جالسين يقتلون. مع انا سوري، انا بتكلم في السياسه شوي، لان انا جالس اربط السياسه بشيء. بتزعلون ما تزعلون مالي شغل. زين بس اذا تسمحون لي تسمع لي؟ تفضل. زاد فضلك. انا طال عمرك اشوف ان احنا عندنا تعليمات ان اليهودي، احنا مع اليهودي اوكي ما في مشكله عندنا، لكن الشيعي لا.